كويس. هبتدي ألم العجينة وأسيبها ترتاح شوية. بصوا خيوط الخميرة فيها، كل ده دليل على إن التخمير بتاع العجينة ممتاز. حطيت العجينة وسبتها ترتاح، هبتدي أقطعها. قطعتها على 4، أخدت كل ربع قسمت الكرات. هقسم الكرات متساوية، وفي كل مرة بغطي العجين. غطيت كرات العجين، أخدت واحدة عشان أفردها. بفرد الرغيف بالدقيق، بس بضغط عليه ضغطات بسيطة، ما تضغطوش عليه جامد عشان ما تضيعوش التخمير بتاعه. في كل مرة بغطي اللي أنا قطعته. حطيت العيش في الصاج، دهنت وشه بفرشة فيها حليب، وعلى الوش حطيت سمسم وحبة البركة. تقدروا بدل الحليب تدهنوا العيش بصفار البيض، بس ما تنسوش تحطوا عليه رشة من الفلفل الأسمر. حطيت العيش في فرن سابق التسخين، كنت مسخناه قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200. بياخد حوالي 10 دقايق لربع ساعة. ما شاء الله العيش ارتفع وما هبطش بعد ما طلع من الفرن. بعد ما تطلعوه من الفرن رشوه بخاخ فيه ميه وغطوه بفوطة ناشفة. وده الرغيف اللي انا دهنت وشه بصفار البيض. بصوا مستوي كويس، فتحته من جوه عشان اوريكم السوا بتاعه. بصوا مستوي، ريحته وطعمه بقى تحفة. وعملت منه طبعا سندوتشات الطعمية. طعم العيش البيتي بجد يجنن. تقدروا تعملوا نفس العجينة دي لما تعملوا طواجن اللحمة. لو عايزين تحطوا على وشها عجينة العيش تقدروا تعملوا نفس العجينة.